هنا في lesson 3 هنتكلم عن الوصف بتاعنا، يعني سواء احنا عايزين نوصف شكلنا الخارجي او نوصف شخصيتنا. طب واحده واحده كده، تعالي نشوف هنوصف ازاي الشكل الخارجي. ممكن احنا من بره، انا مثلا شخص طويل يعني طول. شخص قصير short. هوصف الشعر، حد عنده شعر مفروض وحد تاني كيرلز، فهقول curly hair اللي هو الشعر المجعد، او مستقيم straight hair. طيب ايه تاني؟ عايزه اوصف الطول بتاع الشعر. لو الشعر طويل مش هقول طول، لا، في الشعر مش بقول tall hair، هقول ايه؟ long hair شعر طويل. شعر قصير short hair. عايزه اوصف لون العين. احنا عارفين عين يعني eye، 2 عين eyes. هحط اللون قبل كلمة عين، يعني blue eye brown eye green eye. البلو للأزرق، البراون للبني، الجرين للأخضر. طب ده للشكل الخارجي. ممكن نوصف بعض بإيه تاني؟ نوصف بعض بالصفات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا شخص بيضحك، مضحك. شخص مضحك اقول عليه funny. بنت بتتكسف على طول shy بتتكسف shy. حد اول ما بيشوف اي صاحب في المدرسة يتصاحب عليه ويروح يتعرف عليه، ودود يعني. معناها بالانجلش friendly. بيساعد الناس الكبيرة، بيساعد حد محتاج مساعدة helpful. شخص على طول كده كل ما نشوفه نقول له انت على طول بتضحك كده، طب بتضحك على ايه؟ happy سعيد، شخص على طول كده مبتسم فرحان happy. واحد تاني على طول محترم، عمره ما بيقول حاجة وحشة، دايما ألفاظه محترمة وطريقته كويسة. polite مهذب محترم polite. عطوف زي الولد ده بيدي مثلا القط أكل kind. شخص على طول كده تلاقي وشه كشري كده وغضبان angry. هادي quiet. حزين زيكم كده داخلين المدرسة وزعلانين sad. طب عندي ايه تاني؟ عندي extra vocabulary، يعني كلمات كده زيادة ملهاش علاقة بالصفات، زي مثلا نتعلم مساعدة يعني help. عايزة اقول لحد من فضلك عايزة كذا please. بسهولة easily. مطبخ kitchen. رف، احنا في المطبخ كده بيبقى عندنا رفوف، او في الدرج عندنا مثلا رف. shelf. ابتسامة smile. طالب student. جميل، شفت بنت كده جميلة اقول لها you are pretty جميل. ألعاب أطفال toys، ولازم نأكد ان هي أطفال مش ألعاب ناس كبيرة. ألعاب الأطفال toys. مهرج البهلوان يعني clown. مستعد اللي هو are you ready، انت مستعد. كلمة ready مهمة جدا، ready هنستخدمها في الدايلوج. مصري Egyptian، زينا كده مصريين. نيجي هنا لدرس الباست سامبل. درس الباست سامبل هنعرف فيه شوية أفعال كلها معانا النهاردة في lesson 3 كلها regular. يعني ايه regular يعني بنزود لها ed. طب لو الكلمة أصلا آخرها e زي كلمة smile هنا هزود لها دي بس. طيب ايه الكلمات اللي عندنا في lesson 3؟ يضحك laugh، الباست ضحك خلاص loved. كل كلمة البريزنت دلوقتي، ولو في الباست في الماضي هتبقى عاملة ازاي؟ need يحتاج needed. يصل reached. يشارك بيدي حد حاجة بيشاركه، مثلا نقسم الساندوتش اشاركه القلمة بتاعتي. يشارك shared ممكن استخدمها مثلا وانا شفت الفيديو ده وعجبني فهعمل له مشاركة بعته لحد صاحبي يسمعه، يبقى انا كده عملت شير. الباست shared انا خلاص شاركته وبعته لصاحبي عشان يسمعه ويستفيد. يبتسم smile، الباست smiled. ده كده بخصوص اهم الكلمات في lesson 3 في unit 1 في منهج سنة تالتة ابتدائي. لسه هنكمل مع بعض الفيديوهات الجاية. نعمل فولو.